صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. الفيديو ده من يوم الجمعة، من امبارح يعني، بس ما جاتش الظروف ان انا اسجل عليه وانزله. المهم النهارده كده اعمل لكم روتين بسيط كده في اوضه الجلوس. اهم حاجه لما تبداي في شقتك الصبح كده تروقي اوضه الجلوس، عشان لو ضيف جالك لو اي حاجه تبقى نظيفه ومرتبه كده. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده، بس بصبح عليكم الاول وبقول لكم حبايب قلبي حطوا لي اللايك بالله عليكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك علشان القناه تكبر شويه والمشاهدات تعلى. ربنا يا رب يكرمكم ويكرمنا جميعا. المهم يعني شلت الركنه كده، نضفتها تنظيفه حلوه كده. طبعا كانت في لعب عيال واقعه وراها وكلام من ده كده، فالمهم نفضتها تنفيضه حلوه كده حبايب قلبي. اهم حاجه تنضفيها كده يوم الجمعه الصبح او كل يوم، تروقي اوضه الجلوس الاول عشان بتبقى في ظروف الناس بتدخل عليكي، حد ضيف بتاع، بتبقى ايه هي كل حاجه هي الغرفه الرئيسيه للضيوف، يعني عشان متبقاش كده متبهدله وكلها تراب وكلها كراكيب، عشان لو حد دخل عليكي فجاه ولا حاجه. تمام. المهم هنا انا فضتها حلو كده. انا بحط الحتت دي يا جماعه علشان الكعان ديت بتتوسخ بسرعه من الركنه عليها وكده، فانا بحط الحتتين دول كده برضو بيحموا ايه شويه الركنه شويه وانت بتركني عليها كده. العيال بيقعدوا عليها بيركنوا عليها، سكوا بايدهم عليها، فدي الحتت دي بتحمي شويه عن الركن. تمام. شلت طبعا، نفضت الشباك بتاعها نفضته زي ما انتوا شفتوا كده، كله تراب وكله من الهواء وكده. ونفضت الترابيزه وحطيت عليها المفرش بتاعها كده. طبعا والله العظيم احنا من يومين كده كنا شايلين الركنه ديت، كان عندنا نمل فظيع، كنا رشين بقى مبيدات للنمل وكده، فكنا شايلينها يعني ومسحين تحتها وكنسين وكل حاجه، يعني مش بنسيب الاوضه دي بالذات تتوسخ، علشان طبعا هي الغرفه الرئيسيه للضيوف. اي حد يخش عليكي طبعا لازم تبقى هي اللي قعدتنا كلها فيه. هنا جبت المكتبه بقى. المكتبه دي بقى حملت الاسيه، اللي عنده علاج بيحطوا عليها، اللي عنده تليفون بيحطوا عليها، اللي عنده شاحن، عنده اي حاجه، بتبقى مليانه شواحن ولعب عيال وحاجات من دي. بس طبعا نفضتها كده، وكنت شايله المفارش عندي طقمين مفارش لها كده، شلت طقم غسلته وجبت النضيف كده ايه فرشته. طبعا هنا رفعت السجاده من هنا كده ورفعتها برضو من الناحيه التانية، وجبت الشرشوبه كده بلتها معطر او حاجه يعني حلوه كده تنعش الدنيا كده. هو كنست السجاده برضو وعملتها من الناحيه التانية، يعني خليتها زي الفل تحتها، وكنست قدام الباب بتاعها. والمهم بعد ما خلصت الاوضه كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، فرشت بقى المفرش ده، كنت غسلاه. المفرش دي حلوه قوي، بتتغسل في الغساله وما بتخليكيش يعني ايه تعملي مجهود جامد، يعني حلو عن اي حافظه تانية بتحب الفرش والكلام ده بحطها في الغساله بتطلع زي الفل. وفرشت مفارش بقى نضيفه على الترابيزات كده. هنا بقى بعد الاوضه ما خلصتها كده بقت زي الفل اهو. انا جايبه لكم بتاع، بصوا بقى. بعد ما خلصت الاوضه كده والله العظيم ما عرفت اعمل اي حاجه، وببص لقيت في ضيوف جايين. قلت الحمد لله يا رب ان انا روقت الاوضه دي الاول وكنستها وعملت المكتبه زي ما انتم شايفين كده، وبقت الاوضه زي الفل زي ما انتم شايفين. جايين بقى ضيوف، بس هم يعني مش ضيوف غرب ولا حاجه، دي مرات ابن اختي جاياني، وهتشوفوا بقى دلوقتي.